أيها الأحبة في الله، أقدم أمامكم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهمية التعلم. طلب العلم فريضة علينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ووجوب طلب العلم كافة للرجل والنساء، للصغير والكبير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. أيها الإخوة الأعزاء، كن عالما ولا تكن جاهلا، لأن الله تعالى فضل عباده العالم على الجاهل، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابس كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال العلماء الأخيار: ليس المرء يولد عالما، وليس أخو العلم كمن هو جاهل. لا بد أن نغتنم أوقاتنا بكثرة التعلم وتقليل اللعب، لأن التعلم وقت الصغار يسهل لنا إقبال العلم وقوة في الحفظ. قال الشاعر: التعلم في وقت الصغار كالنقش على الحجار، والتعلم في وقت الكبار كالنقش على الماء. أيها الإخوة الأعزاء، ولكن لا بد لنا أن نتذكر بأن العلم بغير عمل لا فائدة لها، كما قال: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمار. لذا هيا بنا نعمل بما علمنا، ونبدأ من أنفسنا، وأهم شيئا الذي لا ننسي: هيا بنا نبر والدينا ونحترم أساتذتنا، لأن ذلك كلها سبب النجاح في الدنيا والآخرة. إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، وإذا وجدتم